السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا معايا الفراخ بتاعتي النهارده كانت في السوق ب42، وانا لقيتها في المزرعه ب36. قلت استغل الفرق ده في الفراخ واجيب الفراخ من المزرعه. جبت 3 فرخات كده، كل فرخه عباره عن 2 كيلو ونص. وجبت فرختين امهات اللي هي بتاخد سوا، اللي بتبقى فيها البيض. والشكل ده كده انا نزلت اول حاجه، خدت بقى الكبد والقوانص بتاعت ال5 فرخات كده، اغسلهم تحت الحنفيه وانضفهم. وخدت الرجول كمان انضفها. وده كيس البيض بتاع الفراخ الامهات ومعاهم البيض الاصفر بتاعهم. وده برضو انا هعملهم وصفة معاكم. وكده انا بص بنضف كده الاول الحوايج بالشكل ده كده زي ما قلت لكم. وادي الرجول كمان اهي بالشكل ده كده، بشيل الضوافر بتاعتها وبغسلها كويس تحت الحنفية. ده كله شطف كده، مبدئي تنظيف بالشكل ده كده. وهركن على جنب. بدأت بيهم الأول الحواجي الأول بالشكل ده كده، عشان الكبد ما تتهريش معايا في قلب الفراخ في الحوض. وكده بصوا احنا منضفين طبعا الحوض بتاعنا بالخل قبل ما نبدأ. وكده بقى الكبد والقوانص والبيض. وكده بصوا الفرخة بقى بجيبها كده. في منها فراخ هعملها، فرخة هعملها على هيئة فراشة واسيبها عشان نشويها. وهقطع الوراك زي ما انتم شايفين كده، وهقطع الصدور. ومنها كمان هاخد منها صدرين هعمل منهم بانيه. وكده بصوا والحوايج كمان، يعني بصوا كم طبق هيبقى معاكم. هنشوف مع بعض كده وماشيين مع بعض خطوة خطوة. انا بس بقطعهم كده وبنضفهم تحت الحنفية. وبعد كده فيهم ليهم تنظيفة تانية معايا. وكده زي ما انتم شايفين كده. والفرختين اللي هم بقى الامهات بيتسابوا للحشو، وبحشيهم بالرز. وهنضفهم كويس ونشيلهم مع بعض ونشوفهم هنشيلهم ازاي. بصوا كده زي ما انا قلت لكم الفراخ بصوا بقى بفرغها كده باللحم من الجلد بالشكل ده كده، واشيل اي زوايد. وكده بقى انا بنسميها احنا بنورقها. وكده انا ورقت الفرخة او بصوا خليتها من العظم من الجلد بالشكل ده كده. شايفين ايديا داخلة كلها تحت الجلد. ده كله بيتحشي معايا بالرز. وكده بصوا القوانص وكله بقى ينزل تحت المية بالشكل ده كده كده. اقطع الورك يبقى فيه دبوسة، وفيه القطعة اللي بتبقى فوق. بصوا البانيه انا بقطعه وهو مجمد. انا حاولت اقطع لكم كم قطعة بانيه بالشكل ده كده. بصوا كده. واسيب القطعة دي هسلقها مع الهياكل. وكده بقى انا بقطع صدرين كاملين بانيه كده زي ما انا بقول لكم كده. كده يبقى انا عملت طبق بانيه. وكده بصوا انا زي ما بقول لكم ان انا رحت بقى مزرعه وجبت الفراخ دي. اي حاجه بتلاقيها رخيصه وتنفعي تجيبيها دوري عليها وهاتيها، وانت اولى باي قرش ليكي للبيت. بصوا بقى انا كده بشطفها تحت الحنفيه وبحطهم في طبق كده زي ما انتم شايفين، وبنضفهم كويس. ودي الرقبه كده هقطعها نصين. وكده زي ما انتم شايفين كده بحطهم في في طبق. بغسلهم تحت الحنفيه وبحطهم في طبق. وهضيف عليهم بقى معلقتين من الدقيق وليمون. هجيب ليمونتين واحطهم في عليهم واعصرهم واغسلهم كويس كده. بصوا الفرخة بشوف الزور بتاعها كده. الفراخ اللي هتتحشي معايا بالشكل ده كده. طبعا هنحشيهم مع بعض وهنشوفوهم ازاي. الفراخ دي بتبقى الريشة بتاعتها جامدة شوية كده. بصوا بحاول اجيبها بحرف سكينة او بايديا. بصوا الجناح فيه ريش والراس. انا كمان بقى بنسلق الراس بتاعت الفراخ الكبيرة دي كمان معانا بالشكل ده كده. وانا بشيل الراس بتاعت الفراخ اللي هي العادية برميها. وكده بصوا بنضف الفرخة كويس كده. شايفين دي الراس. وكده بقى ماشيين مع بعض خطوة خطوة. ده البانيه اهو بشطفه شطفة كده واركنه بقى على جنب. وكده انا حطيت الدقيق والليمون كده. وبغسل بقى الفراخ دي كويس بالدقيق والليمون كده زي ما انتم شايفين في طبق. وهبدأ بقى احط عليهم الليمون. وهبدأ احطهم تاني في الحوض واشطفهم بقى كويس كده. شايفين بالشكل ده كده. انا بنضف الفراخ بتاعتي بالدقيق والليمون كده. بصوا ماشيين مع بعض اهو خطوة خطوة كده. بقى انا جبت يعتبر خزين الشهر بتاع شهر 12 كده. شايفين الفيديو ده جايباه في اخر 11. كانت الفراخ ب42 وانا لقيتها ب36 وانا في البلد بالشكل ده كده في مزرعة. اول ما بينزل السعر بنروح المزرعة نجيب انا واخواتي كل واحد الكمية اللي هو عاوزها. وكده بقى انا غسلت الفراخ. هبدأ بقى اصفيها احطها في مصافي كده واعبيها. طبق للهياكل، طبق للكبد والقوانص.
الفرخة اللي بتتشوي والدبابيس وكده والبانيه وكده. وصفاتنا خلصت مع بعض بالشكل ده كده، وخزنا الفراخ اللي احنا هنستعملها طول الشهر. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب عشان ينزل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.